السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن شاء الله النهاردة هعمل لكم الأكل بتاع الفراخ اللي هي البيض. وبما إنهم النهاردة بطلوا بيض بقالهم كام يوم كده مريحين، العنقود بتاعهم لسه يعني بيتكون تاني، فإن شاء الله جايبين لهم بادي بياض. بص 10 كيلو، لا كلهم مرة واحدة، يلا مرة واحدة عشان نخلصوا يعني، عشان مطولش عليكم. ده بادي بياض 10 كيلو عشان الميزانية برضو لا تسمح، فاحنا استغلينا فرصة ان هم مش بيبيضوا فجبنا بادي بياض. وهنجيبه كمان عليهم حوالي برضو حبة حلوين برضو عيش ناشف. القطة عمال كل شوية تطلع تجري وراهم اهي. انا يا جماعة والله ما عايزة اطول عليكم الفيديو، بس معلش يعني استحملونا النهاردة في الفيديو ده، لان انا ما بحبش اطول عليكم الفيديو عشان طبعا الباقات غلت وكده، فيعني خير امور الوسط يعني، مش هطول عليكم قوي. اهو بقى بص كده، احنا كنا المفروض نجيبوا شيشة عليهم، بس عشان هما دلوقتي مانعين البيضة، فاحنا برضو نخف عليهم برضو عشان لو في دهون ولا حاجة نخف. وانا برضو برضو ان شاء الله في فيديو تاني هعمل لكم لو مثلا الفرخة فيها دهون يعني ياما وكده، ازاي بقى تقدروا ان هي نسيح الدهون دي ازاي عشان تكون البيض تاني وتعرف تبيض البيض. دلوقتي خلاص حطينا عيش. لازم في ناس بتحط العيش ميه وكده، فانا مش برجح كده، لان انت بتحشي بطنهم وخلاص، مش بيستفادوا من الاكل ده، وفي نفس الوقت بيعملوا حمام اسهال. فانت حافظ بقى على الطائر بتاعك، عايز تاخد منه فرشه كويسه، ما يتعبش، ما يجلوش اسهال. دلوقتي احنا بصوا بنعملوه عشان ريحوهم بس من الذره الشيشه شويه، عشان هما دلوقتي بيكونوا البيض. تكوين البيض لازم برضو احنا نجيب مثلا بيض بياض مثلا عشان الميزانيه بس والله، بس لما يكون مثلا في بيض وكده وشغالين بنجيب لهم تسمين، لان البيض بيحتاج بروتين اعلى، فاحنا الاطفال البيض البياض ده ما ينفعش معاهم. فان شاء الله برضو هنوريكم برضو الاكل بتاع الفراخ الصغيره اكلهم اهو. دلوقتي برضو عبينا الاكل بتاعهم ده بقى يكفيني مثلا 10 و10 ولو مثلا 20 كيلو ممكن يكفيني نص الشهر الجاي، يعني بدل كل نص شهر اجيب لهم اكل كده. فانا بقول لكم العيش لما تشتروا عيش دششوه بلاش يتبل، لان العيش لما يكون مبلول بيبقى حشو بطنه وبيعمل لهم ديدان في بطنهم، وغير كده الدهون، لكن كده هيبقى يعتبر زي نقنقه كده، حاجات خفيفه ما تعملهمش دهون وما يعملهمش زي اسهالات وكلام من ده. معلش والله يا جماعه، بس انا بحاول بس اقلل لكم وقت الفيديو عشان بس تستفادوا من الفيديو كامل يعني. فخليكم برضو معايا برضو، وان شاء الله برضو هنخلص لكم ان شاء الله الفيديو. انا برضو كلمت قبل كده عن الاكل برضو، ان اكل البيت برضو ما ينفعش مع الفراخ، لان الفراخ بتعمل لهم الاكل البيت بيعمل لهم دهون، واحنا طبعا بنربيهم عشان مثلا يلاقوا بيضه كويسه نظيفه طعمها حلو كده، وهو بيطبل على الكروان عشان الفراخ ترقص. دلوقتي هم اللي يعتبر 20 كيلو. دلوقتي البادي بياض ايمان ونشيلوه ونعمل لكم بقى الاكل التاني بتاع الفراخ الصغيره. وبرده جبنا برده للفراخ الصغيره برده بادي تسمين اللي هو 21. الحاله ما تسمعش، بس لازم ان انا برده ناكلهم، برده مش هاكلهم اكل بيت برده عشان برده ما يتعبوش مننا، وعايزينهم برده يكبروا.
فاحنا الحاله ما تسمحش يعني ان انت تجيب شكاره، لا هات حاجه على قد مشي حالك، بس برضو ان تبقى الفراخ ما تتاذاش. فبصوا برضو جايبين احنا 10 برضو، وهنحط برضو عليهم حوالي 10 برضو عيش، 10 برضو عيش، حوالي 10 او حاجه بسيطه. وجايبينهم بقى دول عشان طبعا صغننين برضو، جايبين لهم دشيشه، كيلو دشيشه بس مش جايبين كتير. جايبين برضو كيلو دشيشه برضو تحاولوا ان انتوا تنوعوا في الاكل بس اهم حاجه الفطير ما ياكلش عيش مبلول، اهم حاجه ياكلوا عيش مدشوش عشان يبقى كل حاجه ناشفه. ده هيحميهم من الحمام، ميبقاش فرشه، متبقاش مبلوله، هما ما يجيلهمش اسهال، يبقى كل يوم تعبانين. بص اهو اقل الامكانيات. اي نعم ان احنا صرفنا برضو مصاريف ياما، بس احسن من انت تصرفي مصاريف ياما على تجيبي علاج. لا اكله كويس، مش هتحتاجي ان انت تجيبي علاج لاسهال، للبرد، اللي مش عارفه ايه، للبيضه، كالسيوم للبيضه وكالسيوم مش عارفه ايه. وان شاء الله في الفيديو الجاي ان شاء الله هوريكم برضو فيتامين برضو كويس للبيضه، لتكوين برضو البيضه، وبرضو باقل الامكانيات. وان عجبكم الفيديو دوسوا اشتراك وفعلوا زر الجرس وتعليق منكم حلو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.